السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهارده يا اخواتي رجعت لكم بفيديو جديد، هو طريقة كسر سرعة الشاشة لو كنت بتستخدم كارت الشاشة المدمج اللي هو الانتل. تمام، انا عامل الطريقة ديت بتاعة الاي ام دي والانفيديا، فاتطلب مني الطريقة بتاعة الانتل. فلو كنت انت بتستخدم بروسيسور انتل واللي هو في كارت الشاشة مدمج، فتابع معانا الفيديو دوت. باذن الله النهارده هنكسر سرعة الشاشة، مفيش فيها اي ضرر، بل بالعكس انت بتاخد صورة سلسة اكتر. حضرتك لو الجهاز عندك مديلك 120 فريم، الكيسة مطلعه 120 فريم على الشاشة وانت شاشتك 60 فريم، فحرفيا انت ضايع منك 60 فريم كده، انت ما بتشوفش غير 60 فريم. فاحنا النهارده باذن الله هنكسر سرعه الشاشه ل 75 فريم، والاداء ملحوظ يا جدعان، والاداء ملحوظ، خصوصا الناس اللي بتلعب على محاكي الجيم لوب. الريزوليوشن اللي في محاكي الجيم لوب، تعالوا معايا كده، بص معايا كده يا باشا. حضرتك الريزوليوشن ده، انا هنا ده 4K، انا شاشتي 1080، فالريزوليوشن دوت ملوش اي علاقه بالريزوليوشن اللي على الشاشه من بره من هنا، اللي هو بالبلدي الريزوليوشن ده. بص معايا كده، انا هنا فاتح 1920 في 1080، وهنا شاشتي 165 هرتز. تمام، فالريزوليوشن ده ملوش اي علاقه بالريزوليوشن بتاع المحاكي. يعني انا فاتح اللعبه 4K، ده حاجه وده حاجه تانية. تمام، فالريزوليوشن اللي احنا هنعمله دوت، ده اللي انت تفضل فاتح عليه الجهاز. فانت في اي لعبه هتيجي تخشها لو انت كسرت 75 فريم، فانت حرفيا الشاشه ديت هتعرض لك 75 فريم. فهمت انا بقصد ايه؟ ده لو كنت شاشه 60. تمام، بص هي خطوه بسيطه وسريعه، يعني مش هتاخد في ايدك وقت. مبدئيا بتيجي تدوس كليك يمين وتدوس ديسبلاي سيتنج، سواء كنت نسخه 10 او نسخه 11. تمام، وهتيجي تخش على ادابتر ديسبلاي سيتنج، وهتيجي تدوس على ديت، هتيجي تدوس على دي، هيطلع لك امكانيات كارت الشاشه اللي هو الانتل بتاع حضرتك اللي هو المدمج. هتلاقيه مكتوب هنا اهو مكان راديون ار اكس 580. كل اللي على حضرتك انك هتيجي تدوس على الاختيار ده، هيطلع لك جميع الريزولوشنات والريفريش ريت بتاعها اللي هو ايه، 165 هرتز، 144 هرتز. انت بقى هتشوف انهي ريزوليوشن هنا هيديك جنب منه 75 هرتز او 60 هرتز او ايا كان، وهتيجي تختاره وهتدوس اوكي وهتدوس ابلاي. بعد كده هتيجي رجع تدوس اوكي، وكده حضرتك كسرت سرعة الشاشة ل 75 هرتز. يعني هتيجي تدوس هنا هتشوف مكتوبة 75 هرتز جنبها، هيظهر لك الريزوليوشن بتاعها ايه جنبها. هتدوس اوكي في ابلاي في اوكي، كده انت الشاشة اللي بره اللي عندك ديت كده حضرتك بقت مكسورة ل 75 هرتز بدل ما كانت 60. هتيجي انت بقى تخش على محاكي الجيم لوب، تفتح الاعدادات عادي. لو كنت بتلعب على 1920 في 1080 مفيش فيها اي مشكلة، بل بالعكس انت كده زودت الفريمات. يعني انت كده حرفيا هتشوف ال 75 فريم على ال 1920 في 1080. فهمت انا بقصد ايه؟ يعني الريزولوشن دوت ملوش اي علاقة بالريزولوشن اللي بره. ليه؟ لان حضرتك مجرد ما بتدوس اف 11، تمام، حضرتك مجرد بتدوس اف 11 الشاشه بتكبر على كده. هل دي شاشه 4K؟ لا، دي شاشه 1080، ولكن البكسلات عندي كده مضغوطه. فهمت انا بقصد ايه؟ البكسلات بتاعت ال 4K مضغوطه في ال 1080، فبالتالي مداني صوره واضحه وكويسه وجميله. فهمت الغرض جاي ازاي؟ بس ولو كنت اي ام دي او انفيديا، روح بص بردك على الفيديو التاني عندي على القناه اهو، الفيديو اهو، برضك نفس الطريقه، بس دي طريقتها مختلفه شويه، لان انت هنا بتخش على كارت الشاشه اذا كنت اي ام دي او انفيديا، انما هنا انت ما بتخشش على كارت الشاشه. ولو جهاز الكمبيوتر بتاعك ضعيف، طبعا بما ان احنا يعني عاملين الفيديو على كروت الشاشه المدمجه، تعال خش عندي على القناه اتفرج على الفيديو دوت اللي هو خطوات بسيطه لتحسين اداء ويندوز 11. اتفرج على الفيديو ده واعمل الاعدادات اللي فيه. حرفيا انت يعني الجهاز بتاعك اداؤه هيختلف بفرق ملحوظ خالص. لو حابب تعمل اختصار على شاشة من بره لتفتح اللعبة على طول، خش على الفيديو ده. بص انت خش عندي على القناة هتلاقي حاجات جامدة. بس يلا ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو الفيديو ايه عجبك، كومنت جميل. سلام عليكم.